ازيك يا صاحبي، اخبارك ايه؟ واخبار القهوه معاك ايه؟ ركز معايا يا غالي. عمرك حسيت انك مسجون جوه ظروفك؟ يعني مثلا شغل مش بتحبه او علاقه ممله او حتى زحمه مواصلات بتخليك تسال نفسك هو انا مالي؟ هو انا ليه اصلا هنا؟ مارك مانسون بيقول لك لا يا معلم، انت اصلا طول الوقت بتختار حتى وانت فاكر انك مش مختار حاجه. اهلا بك يا صديقي في ادرينك في حيث القهوه والكتاب وتغيير الذات. معاكم اخوكم احمد رجب، وفكره القناه اننا بنجيب كتاب نقراه ونتعلم منه. فلو عجبتك فكرة القناة شرفني بالاشتراك. كوباية القهوة، يلا بينا. هو بيقول لك صح، في حاجات مش بإيدك زي إنك اتولدت في أسرة معينة أو في بلد معينة أو حصل لك حادثة غصب عنك، لكن اللي بإيدك فعلا هو رد فعلك. هتعمل إيه بعد كده؟ إيه القرار اللي هتاخده؟ تعال أديك مثل واقعي. مارك مانسون اتكلم عن واحد اسمه ديفيد موستيسون. خليني أحكي لك عن ديفيد. ديفيد ده كان راجل تمام وكل حاجة معاه تمام لحد ما عمل حادثة وخرج منها نص جسمه مشلول تقريبا. أي حد مكانه كان هيستسلم ويعيش ضحية وخلاص، لكن ديفيد لأ، قرر يتعلم ويدرس ويلهم غيره. هو ما اختارش الحادثة لكن اختار رد فعله، وده الفرق اللي بيخلي واحد ينهار وواحد تاني يبقى قدوة. وعندك مثل تاني لوارن بافيت. تعالى بقى نروح لوارن بافيت. الراجل ده اتولد وفي بقه معلقه دهب، يعني كانت ظروفه مريحه جدا. يعني خد بالك ده برضه كان اختيار، يعني هو كان ممكن يفضل يلعب بلاي ستيشن او يعيش متدلع، لكن هو اختار انه يشتغل على نفسه في الاستثمار ويطور من نفسه ويبقى من اغنى اغنياء العالم. يعني حتى الظروف الحلوه محتاجه اختيار واعي. في حكايه حزينه شويه، راجل ياباني ناجح جدا في شغله، الشغل اخد وقته كله ونسي اسرته. بعد سنين طويله لقي نفسه مراته مش بتحبه ومش طايقاه وابنه مش طايق يكلمه. هو ما اختارش يخسر عيلته بشكل مباشر، هو اختار يدي وقته كله لشغله. يعني حتى انك ما تختارش هو في الحقيقه ده اختيار. الخلاصه يا صديقي، لو مش مرتاح في شغلك عندك اختيارين، يا اما تغيره يا اما تتحمله. علاقتك بايظه، يا اما تصلحها يا اما تنهيها. حتى لما بتلوم الظروف دي برضو مسؤوليتك، لانك اخترت تكون دور الضحيه. مارك مانسون بيقول لك مفيش حاجه اسمها مش ذنبي. ممكن الحاجه ما تبقاش غلطتك بس مسؤوليتك رد فعلك. يعني كوبايه القهوه اللي في ايدك دلوقتي هي اختيارك. يعني حياتك كلها سلسله من الاختيارات. السؤال بقى، هتختار تكون الضحيه ولا هتختار تكون المسؤول؟ فكر كويس واشرب قهوتك على مهلك، وقول لي ايه رأيك في التعليقات. ما تنساش لايكك الجميل واشتراك في القناة عشان تشوف كل جديد.